النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل سلطه الحاتي، وهنعمل فراخ بطريقه سهله جدا وجديده، وهتعمليها في خطوه واحده تقريبا. يعني هي التتبيله بس، السر في التتبيله والسر في التسويه كمان، لانها طريقه جديده بس في منتهى اللذاذه، وهتعجبك جدا، وهتبقى على مائده الافطار عندك وجبه اساسيه او وصفه اساسيه في العزومات، لانها حلوه جدا. بمجرد ما تجربيها هتبقى ادمان بالنسبه لك. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. هنعمل طبعا زي ما قلنا الفراخ بالزبادي بطريقه جديده ومختلفه تماما. هي المكونات مش كتير ابدا، بس الطعم لذيذ جدا ومختلف عن اي نوع فراخ انتوا اكلتوها قبل كده. طبعا انا هتبل الوراك زي ما هي، وبعدين هقصها نصين علشان تبقى سهله معايا في التسويه. ممكن كمان لو الفراخ صغيره الوراك، او الفراخ صغيره اقل من كده، عادي تعمليها سليمه زي ما هي. عندي المكونات. اول حاجه انا عندي زبادي، وكل ما الزبادي كانت عندك في التلاجة نسبة الحموضة فيها عالية بتدي طعم خطير. وبصل مفروم اهو، انا هضيف البصل المفروم على الزبادي. هقول لكم الخلطة دلوقتي. توم مفروم، ضفت التوم المفروم. هبدأ اضيف عصير الليمون، حوالي ربع كوباية من عصير الليمون. وعصير الليمون كل ما بتكتري بيدي طعم خطير جدا. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة كبيرة من الملح. والملح ده حسب رغبتك، دايما بنقول ان الملح بيكون حسب رغبتنا وحسب ذوقنا، احنا بنحب الاكل ملحه زيادة ولا ملحه قليل. خلاص، بس دي الكمية بتدي كمية مظبوطة جدا على الاربع وراك. بقلب الخلطة دي كلها كويس جدا مع بعض لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها، وهبدأ اتبل فيها الفراخ. الفراخ دي لازم تبات ليلة كاملة في التتبيلة، ليلة كاملة. تمام. هبدأ ارفع الجلد طبعا كده، وهدخل تحته الخلطة، وهتبل الوراك زي ما انتوا شايفين اهو. بتبلها كويس جدا، لازم تتبل من فوق ومن تحت كلها، وتبات في التتبيلة. تكملة حلقة امبارح لما قلت لكم تصبحوا على خير، دلوقتي بقول لكم صباح الخير. راجعين بقى الفراخ قعدت ليلة كاملة في التتبيلة اللي عملناها امبارح. هنبدأ كده نجيبها، وطبعا انا قصيتها نصين يعني قطعتها. وقبل ما نبدأ في تجهيزها بنغرزها كده بالسكينة. زيت سخن على اعلى درجة حرارة، بننزل بالفراخ وبنهدي النار لمتوسطة، وبنسيبها تستوي على نار هادية جدا جدا. هتقولي لي هتستوي، هتقولي هتبقى لا، مش هتبقى نية، هتستوي وهتبقى زي الفل. عايزة اقول لكم التتبيلة والطعم والريحة خطيرة بجد. نوع جديد جربوه وهيعجبكم. مش هتشرب زيت خالص لما نخرجها. كل الدهون اللي في الفراخ بتنزل في الآلية او في التسوية هنا، بتبقى الفراخ والجلد مقرمش جدا، طعمها في منتهى اللذاذة. الفراخ معانا اهي على النار بتستوي. على ما تستوي هنبدأ نعمل سلطة. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل سلطة الحاتي. طماطم متقطعة، خيار، فلفل حامي وفلفل رومي متقطع، نص كوباية من البقدونس متقطع قطع صغيرة برضو. اول حاجة البصل لما نجيبه كده بنرش عليه رشة ملح زي ما انتم شايفين، ونبدأ ندعك البصل كده بالملح عشان ينزل كل الريحة اللي موجودة فيه. ممكن كمان لو انت بتحبي السماق ترش عليه رشة سماق، بس الحاتي مش بيرش سماق على البصل، لا بيعمله بالطريقه اللي انا بعملها دلوقتي كده. في نفس البوله بنضيف البصل، اضيف ربع كوبايه من الخل، معلقتين كبار من عصير الليمون، ورشه صغيره من الشطه لان في فلفل سبايسي برضو، معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وكمون. وهضيف الملح بتاعي، بملح خلاص اهي. وهبدا اضيف كوبايتين ميه متلجه. السلطه بتاعتنا خلاص بقت جاهزه اهي. الفراخ طبعا بنقلبها، ما بنسيبهاش كده، كل شويه بنقلبها علشان تستوي معانا من كل الاتجاهات. النار تكون هاديه علشان تاخد وقتها في السوى، وتستوي من بره ومن جوه. خلاص الفراخ كده استوت معانا زي ما انتم شايفين. هنبدا نخرجها، نصفيها كويس من الزيت. هي مش بتشرب زيت اصلا، يعني هتلاقوا كميه الزيت زي ما هي، مفيش حاجه قلت منها، بس برضو بنصفيها. خلاص انا خلصتها اهي كلها، وهنبدا نحطها في طبق التقديم بتاعنا. شايفين شكلها؟ عايزه اقول لكم خطيره، طعمها وريحتها في حته تانية مختلفه عن اي فراخ ممكن تكونوا عملتوها قبل كده. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا، خصوصا في عزومات رمضان. بتاخد مننا شويه ماء صغيرين في التسويه، بس طعمها في منتهى اللذاذه. خلاص الفراخ بتاعتنا بقت جاهزه، والسلطه جهزناها وعملنا منها الويسكي اهو. هنغرف السلطه زي ما انتم شايفين في البوله. هنبدا نغرفها اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم سلطة الحاتي طعمها يجنن، نفس الطريقة بتاعت المطاعم، طعمها حلو جدا، لذيذة وسهلة.
الاكل بقى جاهز معانا خلاص، خلصنا الفراخ جهزناها وعملنا سلطه الحاتي زي ما قلنا. كل الوصفتين سهلين جدا ومش بياخدوا منك اي وقت. اهم حاجه ان انت تلتزمي بالطريقه وان انت تسيبيها في التتبيله علشان تحسي بطعمها. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسيف للفيديو. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.